السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بكم في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا هنا البولة ديت، اقول لكم كده حطينا فيها ايه بسرعة. حطينا كوباية دقيق، عليها معلقة كبيرة نشا، وكمان عليها ربع معلقة ملح، معلقة كبيرة بيكنج باودر. هي مش معلقة كبيرة قوي، يعني تعتبر معلقة شاي. المعلقة بتاعتي كانت نصها مش مليانة. هنحط كمان معلقتين سكر، يبقى كوباية دقيق عليهم معلقتين معلقة. سوري يا جماعة، مع كوباية دقيق عليهم معلقة كبيرة نشا، معلقتين سكر، معلقة بيكنج باودر، ونص معلقة ملح. هنقلبهم بقى كلهم مع بعض كده كويس. ومعايا كوباية ونص مية، هنزل بالمية واحدة واحدة، ونخلي بالنا ما نحطش المية كلها. يعني انا ما اخدتش الكوباية ونص كلهم. هضرب بقى الخليط ده كله، ممكن بقى هاند بلندر، بالخلاط، زي ما تحبي، او بالمضرب اليدوي زي ما انا هعمل كده. انا لقيت المضرب اسهل حاجه ليا، لان انا مش عامله كتير. عايزه العجينه دي تبقى عجينه سايله، قوامها تقيل شويه صغيره، يعني مش تقيل قوي. اخلطهم بقى كويس جدا. هقلب كويس كده. خلي بالك بقى، لو حطيتي الميه كلها ولقيتي العجينه معاكي سايله قوي او خفيفه قوي، بتزودي معلقه دقيق. هاقلِّب بقى لحد ما ألاقي ما فيش أي تكتُّلات خالص، والدقيق كُلّه فَك معايا في المَيّة والدنيا تمام. بُصّوا زي ما باورّيكم كده، أنا ما حطيتش المَيّة كُلّها. هاصفّيهم بقى بمصفى كده زي ما أنتم شايفين، علشان لو احتياطي، يعني أنا ما لقيتش أي حاجة، بس احتياطي لو لقينا فيها تكتُّلات أو أي حاجة يبقى تمام. يبقى إحنا تاني عملنا كوباية دقيق، عليها معلقة كبيرة نشا، عليها معلقتين سُكّر، عليهم معلقة baking powder، ونُص معلقة ملح. وهنقلّب كل الكلام ده كلّه مع بعض، وننزل عليهم بكوباية ونُص مَيّة. وممكن ما ناخدش الكوباية ونُص كلّهم، على حسب نوع الدقيق، وممكن ناخد الكوباية ونُص كلّهم. أنا بقى هاصفّي الخليط كده، هنخلطه كويس بهاند بلندر، أو نضربهم في الخلاط، أو نعمله بإيدينا كده بالمضرب اليدوي، وبعدين نصفّيه بمصفى. أنا بقى هنا هاغطّيهم وهاركنهم على جنب ربع ساعة لحد ما يرتاحوا، عشان البيكنج باودر. طبعًا إحنا ما فيش خميرة فمش هنخمّرها، هي يا دوب بس العجينة ترتاح معانا شوية. نسيت بقى أقول لكم إن إحنا النهارده بنعمل قطايف. طبعًا القطايف من حلويات رمضان. كل سنة وأنتم طيبين، خلاص كلّها أيام قليلة جدًا ويهِل علينا رمضان. يا رب يدخل علينا بالخير واليمن والبركات يا رب، اللهم أجمعين، اللهم آمين. طاسة بقى على النار، سخّنتها وبعدين هدّيت النار عليها. هابدأ أنزل بقى. بُصّي، على حسب بقى بتنزلي بالكمية، على حسب حجم وحدة القطايف اللي أنتِ عايزاها. باوطّي النار طبعًا بعد ما بانزل بالقطايف. هي الطاسة بتاعتي أو القلاية بتاعتي بتسخن جامد، وبعد كده باهدّي النار عليها. وباصُب بقى القطايف في كوباية ليها حرف، أو في شفشق زي ما أنتم شُفتوا كده، أو في إزازة، علشان أعرف أصُب منها في الطاسة. باحُط القطايف بتاعي بتاعتي كده، وباسيبها لحد ما ألاقيها من فوق عملت فقاقيع كده، وبدأت تعمل فتحات. باقلبها بالاقيها خدت لون من تحت، يبقى خلاص كده هي تمام استوت. بُصّوا دي لسه فيها شوية. هي من فوق بتصفر، من فوق بتاخد اللون الأصفر، ومن تحت كده بتاخد اللون الدهبي بقى حلو. طبعًا كمية القطايف اللي بتنزلي بيها على حجم الواحدة اللي أنتِ عايزاه، يعني على حسب أنتِ عايزة حجمها قد إيه، كبيرة، صغيرة. طبعًا القطايف من الحلويات المشهورة أوي في رمضان، واللي يعني معظمنا بيحبها. أنا عندي إحنا ما لناش تُقل عليها أوي، يعني ممكن نعملها مرّة أو مرّتين بس في رمضان. وما باعملش منها حلو كتير، يعني أنا باحشيها جبنة، باحشيها لحمة مفرومة.
بيبقى طعمها حلو كمان على الفطار. كل ما اخلّص بقى كمية تستوي معايا باطلّعها واحط غيرها لحد ما اخلّص كل كمية الخليط اللي معايا، أو العجينة اللي معايا كلّها. نخلّي بالنا وما نعلّيش النار أوي علشان ما تتحرقش مننا من تحت، لازم تنشف من فوق العجينة، ما تبقاش عجينة من فوق لونها أبيض كده، بتاخد لون أصفر شوية. بُصّوا اللي هي الواحدة اللي لوحدها ديّة أخدت لون مختلف عن الاتنين التانيين، لإن هي كده خلاص دخلت في السِوَى. بُصّوا كانت خلاص عملت فتحات من فوق واستوت. تسويتها سهلة جدًا، قريبة جدًا من تسوية الpancake، لو بتعملوا الpancake على طول هيبقى تسويتها سهلة، وزي الكريب بالضبط كمان. طبعًا إحنا عملناها بعجينة اقتصادية جدًا، عجينة سهلة ومكونات موجودة عندنا كلنا. كوباية دقيق، عليها معلقتين نشا، عليهم معلقة كبيرة نشا سوري، معلقتين سكر سوري يا جماعة. كوباية دقيق عليها معلقة نشا، معلقتين سكر، معلقة ملح، ومعلقة baking powder، نُص معلقة ملح، ومعلقة baking powder، وكوباية ونُص مَيّة، ونخلط بقى الخليط ده كله مع بعض ونضربه كده بالهاند بلندر أو بالخلاط، أو حتى بالمضرب اليدوي، ونصفّيه ونبدأ نشتغل فيه. زي ما أنتم شايفين كده، تعالوا بقى أورّيكم من قريب القطايف لمّا بتستوي. بُصّوا ده الفتحات أو الفقاقيع اللي باقول لكم عليها لمّا بتستوي. بُصّوا لونها ما بقاش أبيض، العجينة من فوق لونها غيّر، بقت واخدة اللون الأصفر دوّة. تعالوا بقى هنا أورّيكم القطايف لمّا استوت خالص وخلصت. بُصّوا شكل القطايف معايا، بُصّوا طرية جدًا، جدًا، ما بتتكسّرش، خفيفة كده وحلوة. هنا بقى أنا عملت حشوتين، هنا دي معايا جبنة ميكس جبن موتزاريلا على شيدر على رومي، وحطيت عليهم كمان معلقة دقة زعتر بالسمسم. والخليط الحلو معايا دوّة، معايا جوز هند ومعايا سوداني مكسّراه، يعني مدّية له ضربة كده خفيفة في الكَبّة أو في المطحنة. ما طحنتوش أوي، أنا مخلّياه قطع صغيّرة بس. هاعمل بقى جزء قليل حلو، وهاكمّل الباقي جبنة، لإن إحنا مش بنحبها أوي مسكّرة. طبعًا شربات القطايف، الشربات العادي خالص، كوبايتين مَيّة، كوبايتين سُكّر، عليهم كوباية ونُص مَيّة، وعصرة ليمونة، ومعلقة فانيليا، ياخدوا 10 دقايق كده غلوة على النار، وبعد كده بنطفي عليهم. ما بيبقاش تقيل أوي وما بيبقاش خفيف أوي. أنا مش هاعمل شربات النهارده، لإن أنا كان عندي شربات في الفريزر في التلاجة، فهاطلّعه وأستعمله. طبعًا الحشو الحلو هنا أنتِ بقى ممكن تحشي أي حاجة أنتِ عايزاها، ممكن تزوّدي زبيب، مكسرات، أي حاجة أنتِ حابة تحطيها. أنا هنا عملت جوز هند وسوداني بس، لإن الولاد عندي ما بياكلوش أي حاجة فيها زبيب نهائي، فأنا كده أصلًا مش باجيبه كمان ومش باستعمله، يعني قليل أوي لمّا بيبقى عندي. كمية الحشو بقى طبعًا اللي هنحشيها أو اللي هتحطيها في واحدة القطايف على حسب حجم القطايف اللي معاكِ قد إيه، وعلى حسب بقى أنتِ عايزة الحشو زيادة عايزاه قليل. دي حاجة بقى كل واحد بيعملها حسب راحته يعني. طبعًا القطايف إحنا ممكن نعملها، وممكن نعملها كده، وممكن نقفلها نُص تقفيلة بس ونسيب فيها جزء مفتوح من فوق، هاوريكم كمان شوية، ونقليها، ولمّا تبرد معانا نحشيها نوتيلا أو نحشيها كريمة، زي ما أنتِ عايزة. بُصّي هنا باوريكِ إزاي، بُصّي هنقفلها كده بس هتبقى كده بس، وهنقليها. وأول بقى ما تطلع من الزيت تبرد شوية، وأبدأ أحشيها من فوق كده زي ما أنتم شايفين، نوتيلا بقى اللي أنتِ عايزاه.
هنا كمان ممكن تقلّبي مع لو عندِك كنافة متحمّرة، يعني كنافة زي اللي بنحشي بيها الجلاش كده، ممكن نزوّدها كمان معاهم، هتبقى طعمها حلو، يعني ممكن مع جوزة الهند جوز هند والسوداني نحط كنافة كده متحمّرة. الجبن بقى حشو الجبن بتاعي طبعًا أنتِ ممكن تزوّدي فلفل أخضر، فلفل رومي، ف بتاع ده فلفل ألوان معلش، على حسب بقى اللي أنتِ عايزاه. ممكن نعملها بجبنة اسطنبولي كمان أو جبنة تلاجة تكون حادقة شوية عشان طعمها يبان. أنا هنا ما كانش متوفر عندي غير شوية من ميكس الجبن، شيدر ورومي وموتزاريلا، فزي ما قُلت لكم قلّبت عليهم معلقة زعتر، وهنبدأ بقى نحشي بيهم. إحنا عامةً يعني عندي أنا هنا في البيت الولاد وباباهم وأنا مش بنحب القطايف حلوة خالص، يعني ما لناش تُقل عليها أوي، يعني ممكن ناكل واحدة، 2. بس زي ما قُلت لكم أنا ممكن أعملها في رمضان مرّة أو مرّتين بالكتير أوي حلو، لكن بنحبها حادقة بالجبن. طبعًا أنتِ ممكن بقى تحشيها زي ما أنا حشيتها كده وتشيليها في أطباق في الفريزر، على حسب العدد اللي أنتِ عايزاه، يعني عدد الأكلة اللي أنتِ هتعمليها أو الكمية اللي أنتِ عايزة تعمليها، وبنطلّعها قبل الفطار تفُك وبعد كده بنقليها على طول. وممكن كمان نشيل القطايف ني من غير حشو، فاضية خالص، من غير حشو خالص، بنرصها في أطباق من اللي هي الأطباق الفِل أو في العلب بلاستيك وبنحطها في التلاجة أو في أكياس كمان، وبنحطها في الفريزر معلش. سامحوني على اللخبطة اللي أنا فيها، بس أنا طالع لي كده زي حباية كبيرة جوّه ودني تعباني جدًا، فدعواتكم ليّا بقى إنها تخف. هاكمّل بقى حشو باقي القطايف. يالّا بقى اللي ما جرّبتش قبل كده تعمل القطايف في البيت، جرّبي اعمليها قبل رمضان، واللي ما جرّبش كمان يعمل القطايف بالجبنة برضه جرّبي اعمليها قبل رمضان وقولي لي رأيِك فيها إيه. الطريقة سهلة جدًا والمكونات بتاعتها يعني متوفّرة عندنا كُلّنا في أي بيت. مش متوفّر عندِك ميكس الجبن دي أو الجبنة الموتزاريلا بنعملها بجبنة عادي، ممكن جبنة تلاجة على جبنة قريش ونقلّبهم مع بعض كويس، بيبقى طعمهم حلو أوي كمان. ممكن جبنة قريش بس على فكرة بيبقى طعمها برضه حلو ومفيدة جدًا. أي نوع جبنة عندِك في البيت هينفع تحشي بيه القطايف. لو عندِك كمان لحمة مفرومة أو فراخ متعصّجة، ممكن برضه تحشي بيها. هنا بقى أنا كنت قليت خلاص القطايف المفتوحة دي، أنا كنت قالياها كده مفتوحة علشان هاحشيها نوتيلا. ده الشربات بقى زي ما قُلت لكم عندي الشربات بتاعي بارد، فنزلت بالقطايف فيه وهي سخنة. باقلّبها كويس عشان تتشرّب كويس، وبعد كده هاطلّعها. الشربات يا جماعة ما كانش ساقع خالص، لإن أنا كنت مطلّعاه من التلاجة بشوية، هو كان بارد بس شوية. هنا بقى خلاص كنت خلّصت، وده شكل القطايف بتاعتي، طعمها تحفة، مقرمشة جدًا، العجينة بتاعتها من جوّه مستوية جدًا. بُصّوا دي اللي بالجبنة، بُصّوا باورّيكم الجبنة يعني باظة من كل ناحية. القطايف اللي بالجبنة طعمها حلو أوي، 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 وكمان القطايف الحلو طعمها جميل، وبالهنا والشفا، وكل سنة وأنتم طيبين.